يا جماعه يكون عندنا تحدي لاعب واحد بس من كل منتخب عربي بيشارك في كاس العالم. فعندنا مثلا جنسيه زي الجنسيه المصريه فيها عمر مرموش ومحمد صلاح، منتخب زي منتخب المغرب فيه المعلم اشرف حكيمي وسيبري وبوعدك وغيرهم كتير من الجنسيات الثانيه يعني في المنتخبات العربيه. فالنهارده حاجه حصلت خلاني نبني لاعب واحد بس من كل منتخب في كاس العالم من المنتخبات العربيه يعني تمام. ونلاقي التشكيله دي لازم تكون قويه كفايه عشان نلعب بها ماتش في اخر الفيديو، والماتش ده لازم نكسبه لان احنا لو خسرناه هنعمل كويس للاغلى لاعب احنا اشتريناه، فربنا يستر بقى ونكسب ولا ايه؟ يقول لي رايك ويلا بينا بقى. زي ما انتم شايفين الرجاله دي عاجز الحظ اللي قدامنا ديت فيها كل المنتخبات العربيه الموجوده في كاس العالم 2026 تمام، في قطر، المغرب، تونس، مصر، السعوديه، العراق، الاردن، الجزائر، تقريبا مفيش غير دول يعني في كاس العالم. فيلا بقى نسبينا العجله ونقول بسم الله. واول مركز معانا طبعا مركز الحارس هيكون من دوله الجزائر ولا قطر؟ الجزائر تمام ماشي كده يا جماعه. مركز حراسه المرمى هيكون عندنا من دوله الجزائر يعني تمام. زي ما انت شايف عايزين تشكيله البرونز اللي قدامنا اللي هنبنيها باقوى اللعيبه من المنتخبات العربيه باذن الله على اخر الفيديو. زي ما انتم شايفين يا جدعان حارس منتخب الجزائر الوحيد تقريبا اللي موجود في اللعبه والمعلم لوكا زيدان ابن طبعا لوكا زيدان اللي احنا عارفينه، فهنشتريه ب 15 مليون و700 الف تمام. تعالى يا معلم نور معانا كده التشكيله فاهمني. وهو المفروض في الواقع حارس حلو بس هو هنا مفيش نسخ حلوه فان شاء الله ما نروحش في ده يعني. فالمعلم يشتري لان هو يطول شويه. تعال نلف العجله تاني تمام ونقول بسم الله. ومركز طبعا هيكون السنتر باك الاولاني هيكون من دوله تونس ولا مصر؟ ماشي تونس كده. السنتر باك الاولاني ما علينا، المهم كده السنتر باك الاولاني هيكون من دوله تونس. دلوقتي شايفين هنا عندي كل المدافعين اللي من تونس تمام. فتعال ناخد المعلم اروز ده 29 مليون فاهمني. فقشطه يعني ده كده السنتر باك الاولاني. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى على النبي عزيز واحد لا اله الا الله. والسنتر باك الثاني من دوله الاردن. مش عارف ايه لعبة من الأردن كتير في اللعبة ولا لأ، بس هنستكشف دلوقتي فيلا. زي ما انتم شايفين يا جدعان دي كل اللعيبة اللي من الأردن هم المدافعين يعني. في هنا الأرب ما هو اسمه كده تمام، بس احنا أصلا كده معناش فلوسه تمام. فهنضطر نلبس في اللاعب البرونز دوت ده لو بيتشرى يعني، بس هو على الأغلب مش بيتشرى هو كمان فاهم انت. فاحنا هنجيبه وهنزوره تحت الطلب دلوقتي. اجا ما جاش خلاص بقى نشوف بقى ايه لاعب برونز تاني اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للار بي او مركز الظهير اليمين هيكون من المغرب. اوكي تمام ماشي ده مش اوحش حاجه الحاجه. نرجع عن الترجمات الغريبه دي. زي ما انت شايف هنا عندي الازهار اليمين اللي موجوده من المغرب تمام. بالنسبه للمزرعه ونسخه المغرب تمام. بصراحه فانا رقم في الحالات اللي زي دي يعني ما بفقد حاسه البصر في اللحظات اللي زي ديت. الهلالي ممكن اشوفه شويه بس كنت ممكن اشوفه في اول الفيديو، دلوقتي لا ما اشوفوش برضه. وحكيم التاني نفس الكلام. فاحنا حكيم الجول ده يتشاف قوي يعني فاهمني. فاحنا هنشوفه حلو يعني بسم الله الرحمن الرحيم. صلى على النبي عزيز يعمل لايك واشتراك. الظهير الشمال اللي هو الليفت باك من الجزائر. اوكي تمام ماشي. مش عارف في الظهير شمال من الجزائر تقريبا في واحد مشهور قوي عندهم بس مش متذكره قوي فهنشوفه دلوقتي. ايوه هو ده هو اللي هو بنس باين مش هو ده كان مشهور شويه هناك يعني. فبالنسبه للاسعار يعني بالنسبه اللي معايا والمطلوب فممكن اشوف شويه. بس ندفع 24 مليون في لعبه 94 فانا ما اظنش انها ربحانه يعني خالص فاهمني. فبالنسبه للمعلم ده بيقول ايه؟ ما عنديش فكره الصراحه بيقول ايه. طب وبالنسبه لده ده بيتكلم على طبيعه زينا فهنقول يتكلم معانا. فبسم الله الرحمن الرحيم. اللي فات كله حاجه واللي جاي حاجه لان احنا هندخل في خط النص والسنتر ميد الاولاني من دوله الاردن. اوكي ماشي تعال نشوف في خطوط نص من الاردن اصلا ولا لا. ايه ده؟ مفيش ولا سنتر ميد من الاردن يعني بصراحه حاجه غريبه يعني. هو الار بي باين ولا السنتر باك كان في اتنين. الار بي مفيش خالص. طب تعال كده نبص في مين هناك يعني ممكن يكون في مركز كام يعني نجيبه. لا مفيش برضه. هو مهاجمين ومدافعين بس مفيش حاجه تانية. طب يا بما ان احنا ما تلاقيناش سنتر مداد من الاردن فاهمني فاحنا هنسكيب السبنيه ديت ونخش على سبنيه تانية بمنتخب تاني يعني كده. فالسعوديه ولا العراق يا نهار ابيض. شايف يا اسطى واقف التاني في الحرف بالظبط. انا خلاص قلت السعوديه بس العراق. فتعال نشوف بقى سنتر مداد من العراق. اين المنتخب العراقي؟ ايوه يلا بينا. هل من سنتر مداد في منتخب العراق؟ يا ريت ما كان فيها يا جدع والله العظيم يعني. طب بالنسبه للتاني برضه. طب وبعدين يا جدعان ما احنا
عايزين نلعب برضه، ما فيش خالص. فبسم الله الرحمن الرحيم. السنتر ميد التاني تمام، على ما نشوف العراق هيعمل ايه برضه. عراق برضه ولا السعوديه؟ لا، المره دي السعوديه خدت بالنهايه يعني. فتعال نشوف بقى في سنتر ميدات من السعوديه ولا لا. مش عارف. تعال نبص. اوكي ماشي، في شويه سنتر ميدات حلوين في السعوديه، ولكن برضك ده لا، ده هنا بقى مش متغبيش، انت هنا ما بتشوفش خالص. ده يا نهار ابيض، ايه ده يا جدعان ده؟ فهنا الدوسري مش سالم، الدوسري التاني اللي عارفه يعني، اللي سمعت الموضوع دوت. في هنا الجوايب ده برضك سعره غير مألوف. في هنا سالم بتاعنا بس بيلعب سي ام، مش موجود. ليه يا عم اشتري؟ لا يا ابني مفيش منه. هو احنا مثلا تعال نجيب النسخه ديت ونسيبها بقى براحتها، تستوي براحتها على ما تيجي يعني. ما كانش نجيب كلمة حلو. وبالنسبة لمركز كام اللي هو مركز صانع الألعاب، ونقول بسم الله المنتخب لا، المنتخب المغربي. تمام ماشي. طب يا جدعان انا يعني مصر مش هتيجي يعني ولا ايه؟ يعني انا مصري من حقي اشوف حد بيلعب معايا يعني، ولا بشوف في الواقع ولا بشوف في اللعبه معايا يعني، مش كده يعني. فبالنسبة لمركز صانع اللعب في منتخب المغرب، بالحقيقة في أرقام كتيرة حلوة لكن دماغ ما في. يا جدعان في هنا إبراهيم دياز نسخة كام، وإبراهيم دياز نسخة كام، وكل الكلام ده. فإحنا معانا إبراهيم دياز هنا 119 ولكن في مركز الرايت وينج تمام. فإحنا هنلعبه كام يعني؟ ممكن نديله سكين بوينتس ولا حاجة هيلعب تمام يعني. فكده قشطة. يلا بينا بقى على خط الهجوم، أقوى فقرة في الفيديو. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ومركز إستي نبتدي بيه خط الهجوم ونقول بسم الله. هيكون من دولة ماشي قطر. خلاص، لو كان فيها مغرب كنا هنجيب نصيري او الكعبي، طلع لي في متفتح باكجات. يلا، بس لو قطر ما طلعش فيها مهاجمين هنروح نجيب دول عادي يعني، مش اي مشاكل. يلا يا باشا اعملها اس تي. بدنا بقى، احنا قلنا المغرب بقى. لا احنا قلنا قطر، ما علينا. انزل بقى تاني ورجع تاني. قطر هيك زي ما احنا ولا كأننا شفت اي حاجة عزيز. انزل. سبحان الذي سخر لنا هذا. لقيناها اخيرا في الدور الثامن تحت تقريبا، ما علينا يعني. المهم، فايس تي قطري هل من احد ده في جامد يعني. في علي ومنتاجي وعلاء الدين. احنا هنجيب علاء الدين لان سعره بيتشاف. اهم حاجه يكون سعره بيتشاف. فهو معروض بأعلى نسخة موجود يعني، فمش موجود في السوق ومعروض بأعلى سعر. فاحنا هنحطه في المراقبة دلوقتي ونخش بقيتها المركز التاني. لو ما تعدلش هناخد بقى النسخة، لأن زي ما انت شايف الميزانية فيها قحط شديد يعني. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الليفت وينج هل من أحد المغرب؟ يا سلام، كده خط الهجوم كله هيبقى مغربي، ما علينا. بس ايش تمام يعني، المغربي المهم نكسب. ونختار الليفت وينج ودولة المغرب ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. في هنا الزلزولي لكن طبعا ما بنشوفش، والزلزولي تاني ولكن طبعا ما بنشوفش. في هنا ارقام بتتشاف شويه بين صغير ومنير تمام. بين صغير ده مش موجود في السوق للاسف، ولا موجود؟ مش موجود. فممكن مثلا هو مش معروض بأعلى سعر، فاحنا هنعرضه بأعلى سعر وبكده في الحالة ممكن يجي. واخر مركز معانا في هذه التشكيله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. مركز رايت وينج من دوله مصر. بس كده. مستنيك ابو صلاح، والله مستنيك من شويه يا المعلم ابو صلاح. فبالنسبه لرايت وينج مصري، يا ترى مين رايت وينج بيلعب في مصر؟ مش متذكر لعبه قوي. مين ممكن رايت وينج في مصر مثلا؟ يعني مين؟ ولا صلاح صح مصر. بس ما شاء الله يا جدعان، بتهيألي ما شفتش منتخب عنده الكميه دي تقريبا يعني. ما شاء الله صلاح يعني بجد. يعني هو اصلا اللي مخلي لنا اسم اصلا في الكوره يعني بجد. ربنا يخليه يعني ويبارك لك يا صلاح ويزيده ويكرمك من وسعه، فاهم؟ بس ايه الاسعار دي؟ يعني مش فاهم يعني ايه ده. وفي زيزو، دي المشكله يعني. وزيزو بنص مليار يعني. هو ده اول حاجه زيزو في الدنيا تنزله. مش عارف ايه الصوره دي صوره البطاقه ده زيزو ولا ايه دي؟ مش فاهم. فنبتدي بمركز حراسه المرمى. تعالى نبدا دلوقتي واحده تمام. مركز حراسه المرمى على معلم لوكا زيدان باوفر 109. سيبي الاولاني المعلم عرب من منتخب الاردن تمام. اجا بعد ما قعدنا اتكلمنا عليه شويه اجا يعني. انا بصراحه مش فاكر مين السنتر باك التاني، بس بجد مش فاكر كان مين. فهنا في سنتر باكين 2 جزائريين، فممكن اكون انا اشتريت واحد فاهمني.
فتعال نحط واحد يعني مش مننا وعلينا، انا كيكه سيلفر فمش هيأثروا قوي. والليفت باك كان جزائري برضه اللي هو ات نوري دوت، مش عارف بصراحه اسمه، مش عارف احطه بالظبط، ولكن وهو ده يعني. وبالنسبه للسنتر ميدات فاحنا قلنا هنسيبهم عشان هم لسه ما جوش، فهنجيب المعلم ابراهيم دياز ينزل في مركز كام، تمام. فمش عارف هو بيلعبش مركز كام ليه، المفروض بيلعب مركز كام، فاهم. فنخش بقى نضيف له دلوقتي السكيل بوينتس بتاعته عشان ما يعني المفروض يلعب كام، مش عارف والله. ايوه صح كده، كده اتضافت له. كده اعتقد هيبقى مثلا 117 او 118 بالكتير قوي، فاهم، 117 زي ما انا قلت. المشكله بقت اوفر 77 ولكن لسه ما كملناش. وفي مركز الاس تي انا فاكر دي بقى قلنا مش هنجيب طب ما انا معايا مزراوي ثانيه كده. انا فاكر كان في ار بي كنا قلنا معناش من المغرب واحنا اشترينا مزروع معرفش نسخه، اشترينا حكام الجولد. طب ما احنا معانا مزروع 118 يا جدعان، ما تصحصح معانا كده، هننزل يابا فيا يابا، ما تصحصحوا معانا كده يا جدعان، فيا يا جدعان. ايوه كده يا عم. وبالنسبه للاس تي بقى فانا فاكر برضك ما كانش في قطر، قلنا هناخد النصير اللي معانا، فاحنا معانا الكعب فاحنا هناخد الكعب. والليفت وينج قلنا هناخد المعلم مجمش، تمام. وختامها مسك المعلم محمد صلاح في مركز الرايت وينج، وكده التشكيله وصلت اوفر 91، ولكن برضك في 2 سنتر مدات، فاهمني. هنخش نلقي بصه برضك تانية على الدوسري والتاني اللي مش فاكر اسمه بتاع العراق. فما جوش قشطه، ما كده ما جوش خلاص بقى. تعال ناخد بقى اي حد عربي، ناخد خالد 122، مش هيبقى حاجه يعني ولا هتسجل خلاص يعني، اصلا ما فيهاش قوي كده يعني. ففي هنا ديفندر بين ديبيكا اللي شايف قدامك دوت، فتعال نضيفه، فاهم. مين تاني في مثلا بين ديبيكا تانية؟ لا ما تعال ناخد حد تاني. مين ممكن هنا بني ادم تيجي ناخد حكيمي مثلا ولا ايه؟ ممكن مثلا تعال ناخد حكيمي نلعبه سيم. يلا هنعمل ايه بقى، وبيلعب 82 كمان، فاهم. فدي تشكيلة العرب افضل تشكيله انا عرفت ابنيها. طبعا لو هي كانت متطوره للكروت الاقوى طبعا تبقى احسن من كده بكتير، ولكن على قد الميزانيه زي ما بقول لك في قحط يعني، فراعي ظروفنا ايه. الله، يبعت بقى واحده للكعبي. الكعب اهو اهو، حطها مرموش. لا مرموش كانت بتهزر، والله مرموش كانت بتهزر، والله هو انا اللي استعجلت، بس انت بتهزر ازاي يا جدع. مش حلو مش حلو مش حلو يا ابن اللعيبه، ازاي؟ لا حرام الحمد لله. كنا ناخد جون والله مره ايه لازمه، الحمد لله. حلوه لازمه والله، انا قلت خلاص طلع في الجون يعني، فاهم. لا 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 لا, لا الخطره دي خطره، لا حرام، حرام بجد حرام. احنا فضلنا مستحملين لحد الاخر. بص طلع ابراهيم فوق لانه هجومي، ونشوف بقى حرام والله العظيم. هي هتفتح بقى، فاهم، غالبا يعني. والله يا جدعان الكروت دي لو انا كان معايا منها نسخ حلوه يعني، انت كان فاتي والله العظيم كسبان، كان فاتي كسبان. بس كده عندك اظن النهارده، اتمنى تكونوا استمتعتوا. لو عندك فكره مثلا حلوه زي دي اكتب في الكومنتات، ننفذها باذن الله في اللينك الجايه. بس كده لايك البوست والكلام، وصلنا على النبي واحد الله، وبس كده سلام.